دخل واحد على بعض الصالحين فقال له: أنا أريد أن أعرف أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ فماذا قال له؟ انظروا إلى دقة الجواب، إشراقية الأداء. قال له: يا أخي، إن الله أرحم بعباده أن يجعل موازينهم في أيدي أمثالهم، ميزان كل امرئ في يد نفسه، لأنك تستطيع أن تغش الناس، إنما تستطيع أن تغش نفسك؟ قال لك ميزانك في إيدك، تستطيع أن تدرك أنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة. قال له: كيف؟ قال له: إذا دخل عليك من يعطيك صلة ودخل عليك من يأخذ منك عطاء، بأيهما تفرح؟ فسكت. قال: إن كنت تفرح بمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة. ليه؟ لماذا؟ قال لك: لأن الناس يحبون من يعمر لهم ما يحبون، فالذي يعطيني يعمر دنياي، والذي يأخذ مني يعمر آخرتي. إذا فإذا كنت من أهل الآخرة أفرح بمن يأخذ مني أكثر ممن يعطيني. ولذلك كان بعض الصالحين إذا دخل عليه من يريد صلته يقف له ويقول: مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. ما بياخدش أجرة منه، بيديني إيه؟ بيديني زاد. إذن فكلمة مالك يوم الدين دي قضية ضخمة من قضايا العقائد. ساعة ما نعرف إننا كلنا مردودين إلى الإله، كنا في الدنيا قد يرد بعضنا إلى بعض، ولكننا في الآخرة لا نرد إلا لله وحده. يبقى هذا أمر يطمئن على أن إيه؟ المسائل كلها ستسير كما تحب، وأنت الذي تضع الإيه؟ الأساس. فلو لم يقل الله مالك يوم الدين كانت تبقى قضية مشكلة. لذلك كان الإيمان باليوم الآخر من قضايا الركنية في الإيمان. ليه؟ قال لك: لأن لو ما كانش فيه إيمان باليوم الآخر كان يبقى القوي يأخذ بقوته، ويبقى الصالح المستقيم هو اللي خد مقلب، لأن الذي لم يستقم أراح نفسه وأخذ كل شهواته في الحياة، والذي استقام وعاش في حضن المنهج وتحددت حريته، هؤلاء إن لم يكن هناك يوم الدين وربنا بس اللي يملكه كانوا يبقوا خدوا مقلب في حياتهم، ودوكم هم اللي يبقوا إيه؟ اللي يبقوا ارتاحوا. فقول الحق مالك يوم الدين تصوير عقدي يدل على أن المبتدأ من الله والانتهاء إلى الله. إذا لا نضيع بين القوسين في غير الله. ما دام القوس الأولاني من الله والقوس الثاني إلى الله، يبقى احنا بقى نتأنزح ليه في وسط القوسين؟ لا، يبقى بين القوسين يجب أن يرد إلى مين؟ يجب أن يرد إلى الله. لاحظوا هنا شيء في اللغة، شيء يسموه ضمير الغيبة. الغيبة زي ما تجيب اسم زيد حضر أو زيد قابلته، يبقى ده زيد ده غيب ولا غايب ولا مش غايب؟ غايب. إنما أنت قابلتك، مش كده؟ أنا تكلمت، يبقى ده حاضر ولا لا؟ يبقى إذن فيه كم حاجة: غائب ومتكلم اللي هو أنا، ومخاطب اللي هو أنت. أنا اللي بتكلم، وأنت اللي قدامي خاطب، قرينتنا واضحة. إنما كلمة هو دي اللي هي على زيد الأسماء الظاهرة من الغيب كله. لما أقول إيه؟ لو كان الله قال الحمد لي كان يبقى إيه؟ تكلم، مش كده؟ إنما قال الحمد لله، لأن الله غيب، لأن الله غيب، وقاعد يتكلم ورب العالمين غيب، ما مش قدامي يعني. وخدناها كلها بالإيه؟ بالعقديات، والعقديات كلها غيبية. مفيش أمر عقدي يجي في أمر حسي أبدا، لا يأتي أمر عقدي في أمر حسي أبدا. أتقول أنا أعتقد أنني جالس في مسجد الإذاعة وقاعد في الشعراوي بيتكلم؟ دي عقيدة دي، لأنها أمر حسي ما تدخلش في مقام الاعتقاد ولا الإيمان ولا البتاع. أنا أحس
مش كده ولا ايه؟ فلما يجي في الغيب يقول الحمد لله يبقى غيب، ورب العالمين غيب، ورحمن ورحيم غيب، ومالك يوم الدين غيب. خلاص. كان يجب ان يكون السياق اياه نعبد، مش كده؟ كان يجب ان يكون السياق في الصورة ايه؟ اياه نعبد. لكن رحمة نقول السياق ده بيسموه التفات. التفات يعني السياق كان لغيبة وبعدين بقى ايه؟ كأنك استحضرت الغيب إلها واستحضرته ربا واستحضرته رحمانا واستحضرته رحيما واستحضرته مالك يوم الدين، فبان أمامك وأصبح مخاطبا. دخل الغيب إلى إيه؟ إلى حضور الخطاب. بعد ما كان غيب بقى إيه؟ بقى حاضر. بعد ما كان علم يقين بالغيب بقى إيه؟ عين يقين. فما تقولش إياه بقى هيظل غيب لإمتى بقى؟ ده أنت قعدت تجيب الصفات الغيب كده 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 لحد ما إيه؟ اختمرت صفات الغيب بقى بقيت في محضر الشهود. فقلت إياك نعبد وإياك نستعين. ساعة ما تشوف إياك نعبد العبارة كانت تؤديها نعبدك، مش كده؟ ونستعين بك ولا إيه؟ لكن لما تيجي تقول إيه؟ أقابلك، ما يمنعش أن تقول وأقابل فلان، إنما تقول إياك أقابل ما يمكنش تعطف عليه تاني، يبقى مش هتقول إلا هو، مش كده ولا لا؟ يبقى إذا لما تقول أقابلك يصح تقول وفلان وفلان وفلان، تبقى المقابلة مش خاصة. لكن إذا قلت إياك وتقدمها أقابل ما يقدرش تعطف عليه واحد تاني والأسلوب يفسد. يعني معناها أننا نخصك وحدك بالعبادة. بالك لو قال نعبدك وحدك ما تؤديش إياك نعبد. ليه؟ لأن لما تقول نعبدك الذهن أول ما يسمعها يقول لك يمكن هيعطف حد تاني. لكن لما نقول إياك ونقدمها كده من أول الأمر انحسمت، من أول الأمر انحسمت العبادة لله وحده. ليه؟ أم قال لك لأن العبادة دي خضوع لله، بيفعل ولا تفعل، ولذلك جعل الصلاة دي هي العبادة وجعل السجود هو منتهى الخضوع. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان المستقيم ده، طب ده الإنسان بيعرفوه حيوان مستوي القامة. مستوي القامة يعني مش قامته كده بالأرض، مستوي القامة. ولذلك لما يجوا يعدوا له واحد كبرياء ولا شمم وبتاع وحاجة وحب يعني مش كده، يبقى مستوي القامة دي يبقى له ايه؟ أعلى وله أسفل. أعلى وهو هنا، يوم يجي الخضوع ده يروح ايه؟ أعلى ده يخليه أسفل. شو الخضوع بقى؟ خضوع المطلق. فساعة ما تقول إياك نعبد أي نخضع، وأقرب ما يكون العبد في الخضوع وهو ساجد. ليه؟ لأنه بيكور نفسه. سواء القامة دي والراس المرتفعة الشمخة دي بتيجي عند موطئ الإيه؟ عند موطئ القدم. يبقى إذا كان ذلك في القالب، يمكن لو كان حكاية في القلب كده كنا ندريها على بعضنا وأنا نزل لله في الغيب وأنت تنزل لله في الغيب. لا، هو عايزنا ننزل انزلالة مش قلب بس، قالب أمام بعضنا عشان نفضح عبوديتنا لبعض. تبقى عبوديتنا يبقى ما يجيش اللي أعلى مني ويروح يسجد لربنا بينه وبينه كده. لا، يقول له تعالى هنا واسجد كده، علشان اللي انت بحكم اوضاع المجتمع انت عالي عليه يشوفك كده، وانت يبقى عمال بيفضح لنا عبوديتنا له، عشان ما فيش واحد بعد ذلك ايه يستعلى ولا يتكبر، والادنى يشوف الاعلى برضه زيه. يبقى اذا السوائيه في العباده هنا، سوائيه في العباده تبقى تديني ايه؟ عباده وعباده لواحد، لان العباده لواحد تحميك من العباده لملايين سواك. فلو لم تكن العباده لواحد
لخضعت لكل ذي قوة في أي ناحية من النواحي. بقي أن نتكلم عن ختم فاتحة الكتاب بقولنا آمين، أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حين علمه جبريل أن يقول بعد قراءة فاتحة الكتاب آمين. إذن فهي من مقول جبريل لرسول الله وليست كلمة من القرآن. وكلمة آمين تعني استجب يا الله فيما دعوناك به من قولنا اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. والدعاء بقولنا اهدنا الصراط المستقيم دعاء بمطلوب، وآمين دعاء بتحقيق المطلوب لا بزيادة على المطلوب. وكلمة آمين اختلف العلماء فيها هي عربية أم غير عربية، ويعنون بذلك أصالة وجودها. والذين يقولون إنها غير عربية أي أنها منقولة من لغات أخرى، يأتي قوم ليقولوا وكيف تدخل كلمة غير عربية في قرآن حكم الله بأنه عربي. ولهؤلاء نقول إن ورود كلمة من الكلمات ليست في أصلها عربية في القرآن الكريم لا ينفي أن القرآن كله عربي، لأن معنى أنه عربي أنه إذا خوطب به العرب فهموه. فهب أن ألفاظا دخلت في لغة العرب من لغات أخرى قبل أن ينزل القرآن ثم دارت بها الألسن ولاكتها أساليب البيان عند الناس، فأصبح الذين يسمعونها بعد الدخول الأول أو بعد وافدتها الأولى يسمعونها على أنها عربية. فحين يأتي القرآن بما دار على الألسنة وألفته الآذان يقال إنه عربي. فليس المراد بالعربي أي المولد العربي، لا، إنما المراد أن القرآن نزل بهذا اللفظ، وهذا اللفظ له شيوع على ألسنة العرب لا يقل شيوعا عن أي لفظ آخر. وما دام اللفظ قد شاع في الألسنة قولا وعلى الآذان استماعا فإن الأجيال التي تستقبله بعد ذلك لا تفرق بينه وبين غيره من الكلمات التي ميلادها عربي، لأنه أصبح الاستعمال عربيا. فمعنى ذلك أن القرآن لم ينشئ كلمة جديدة في العربية من غير العربية، ولكنه جاء بكلمات هي في الميلاد غير عربية، ولكن ساعة نزول القرآن كانت شائعة شيوع اللفظ العربي فلم تختلف أبدا. وما هي اللغة؟ اللغة عبارة عن ألفاظ يصطلح على معانيها بحيث إذا أطلق اللفظ فهم المعنى. فآمين كانت مستعملة بمعنى استجب، وبمعنى استجب يسمونها عندنا في اللغة ليست فعلا. استجب فعل، ولكن آمين ليست فعلا، وإنما هي اسم يدل على الفعل. لأننا سنضطر إلى أننا نتكلم في بعض التقعيد بصورة ميسرة مبسطة. اللغة التي نتكلمها لا تخرج عن اسم وفعل وحرف. فما هو الاسم وما هو الفعل وما هو الحرف؟ الثلاثة كل واحد منها كلمة، فالاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة. هذه الكلمة لها معنى في ذاتها، إنما هذا المعنى أهو مستقل بالفهم أم غير مستقل بالفهم؟ إذا قلت محمد فهمت الشخص الذي سمي بهذا الاسم،
فصار له معنى مستقل بالفهم. وإذا قلت كتب كلمة أيضا لها معنى وهي تجميع الحروف لتقرأ على هيئة كذا، يبقى برضو كتب كلمة لها معنى مستقل بالفهم. وكلمة في برضو كلمة لها معنى ومستقل بالفهم، لأنها تدل على شيء في شيء. لكن ايه اللي في ايه ما نعرفش، تبقى دلت على معنى وهو الظرفية، انما مش مستقل بالفهم. لازم تقول لي ايه في ايه، تقول لي الماء في الكوب. لكن محمد دلت على معنى مستقل بالفهم، وكتب دلت على معنى مستقل بالفهم، وفي دلت على معنى فقط وهو الظرفية، وعلى الاستعلاء، انما ايه على ايه ما نعرفش. يبقى اذا معنى غير مستقل بالفهم، بل يحتاج الى شيء، وهو ان نقول الماء في الكوب او محمد على الفرس. اذا فالكلمات الثلاثة لها معاني، بس مرة مستقلة بالفهم ومرة مش مستقلة بالفهم. الغير المستقل بالفهم بنسميه حرف، نعوز له متعلق، نعوز له متعلق. كتب بالقلم، نقول كتب بالقلم، او تصدق بدرهم، يبقى لازم البه ما يظهرش معناها الا بضميمة شيء، فمعناها غير مستقل بالفهم الا بضميمة شيء اخر. لكن محمد وكتب لها معنى مستقل بالفهم. طب اللي له معنى مستقل بالفهم طلع اسمه فعل، نقول له تعالى الزمن جزء من ماذا؟ هل الزمن جزء من محمد ولا من كتب؟ ان هو اللي عايز زمن، كتب هي اللي عايزه زمن، انما محمد الاسم مش عايز زمن. يبقى اذا الاسم هو ايه بقى؟ دل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه. وكتب دل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه. والحرف دل على معنى غير مستقل بالفهم. كلام طيب قوي. قال علامة الفعل ايه؟ قال تعرف ان ده فعل ازاي؟ قال لك انك تسند اليه تاء الفعل، كتبت، انما بقولش محمدة، لا، كتبت او كتبت او كتبت. فاذا رأيت شيئا يدل على فعل يعني حدث الزمن جزء منه ولكنه لا يقبل العلامة، لا تقل عليه فعل، بل قل هو اسم على فعل. آمين من هذا النوع ليست فعلا، بل لكن معناها ايه؟ انها اسم بس مدلوله فعل. مدلوله ايه؟ استجب. وليه لم نقل انها فعل؟ لانها لا تقبل علامة الفعل، فلا تأتي فيها لا تاء الفاعل ولا تاء التأنيث ولا أمر. يبقى ده اسمه اسم فعل. يبقى الكلمات هتبقى كم؟ اسم وفعل وحرف وخالفة اللي هي هنسميها اسم ايه؟ انت بتستعمل اسم الفعل ده كتير، ساعة ما تقول معناها ايه؟ اسم ولا فعل ولا ايه؟ هم قال لك لا، هي اسم لفعل. اتوجع، ساعة ما تسمع الكلمة دي تقول ايه؟ اتوجع، تبقى اسم فعل ايه؟ فعل مضارع. طب ساعة ما تقول برضه اسم فعل بمعنى اتضجر، يجي يقول لك الشيء الفلاني تقول له هيهات، اسم فعل ماضي يعني بعيد ان يكون ذلك، بعد ان يكون ذلك، يبقى ده اسمه ايه؟ اسم فعل. امين اسم فعل امر، يبقى اسم يدل على فعل، مرة يكون ماضي، مرة يكون مضارع، مرة يكون ايه؟ مرة يكون امر. فامين اسم يدل على فعل هو ايه؟ استجب، يبقى ده فعل ايه؟ فعل امر. حين نقول امين استجب، مرة تقولها وانت القارئ، ومرة تقولها وانت السامع. ساعة تقرأ الفاتحة انت بتقول برضو ايه؟ امين. يعني انا دعوت يا رب، ولا تقتصر على الدعاء بل تدعو ان يجاب الدعاء ايضا. يبقى في امين انت دعوت في اهدنا، بتقول انا نظرا لشدة تعلقي بالمرغوب في الهداية فانا لا اكتفي يا رب من انني اقول اهدنا، ولكني اطلب منك يا رب ان تجيب اهدنا هذه. يبقى في طلبين، طلب خاص باهدنا، وطلب بان يجيب الله دعاءك في قولك اهدنا.
لا تكرر هذا الطلب إلا إذا كان المطلوب يهمك جيدا. هذا إذا كنت تقرأ. وإذا كنت تسمع فكأنك قلت استجب يا ربي لاهدنا التي قالها القائل واستمعت لها. فحين تقول آمين تكون أحد الداعيين، لأن المؤمن أحد الداعيين. ما دام أنت دعيت وأنا قلت آمين يبقى أنا شريك لك في الدعاء. ولذلك القرآن حين عرض لهذه القضية عشان المؤمن وداعي أن سيدنا موسى عليه السلام لما دعا أن يطمس الله على قوم فرعون ويهلكهم وإلى آخره، ماذا قال الله لموسى حين دعا ربنا اطمس؟ قال قد أجيبت دعوتك ولا قد أجيبت دعوتكما؟ طب الداعي كان موسى ودعوتكما يبقى موسى وهارون. طب كيف مع أن الذي دعا مين؟ دعا موسى. يبقى نقول له أن موسى دعا، وحين دعا موسى أمن هارون، فحين أمن هارون كان مشاركا في الدعاء. فلما أراد الله أن يبشرهما بإجابة الدعوة لم يقل قد أجيبت دعوتك يا موسى، ولكن قال قد أجيبت دعوتكما. هنا يجب أن نلحظ أن قول الله الحمد لله رب العالمين في فاتحة الكتاب جاء بالصفة العامة لله، وهي الربوبية التي تقتضي الإيجاد من عدم والإمداد من عدم والهداية بالقيم. أنك عايز تربي، هل تربي ولدك فقط بأن تطعمه وأن تسقيه وأن تسكنه وأن تلبسه، ولا برضه تديله القيم أيضا؟ ده الأهم من كل هذا أن تعطيه القيم. يبقى لا يكون ربا حقيقيا إلا إذا أمد المادة وأمد القيم. كلمة رب العالمين تفيد أنه مرب، وما دام مربي يبقى يشمل كل هذه الإيه؟ ثم فصل الله ذلك فخص الأمر المادي بإهلال بعض الصور، وخص الأمر القيمي باختصاص بعض الصور. فمثلا قال في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. كلام مادي كله، يبقى امتنان بالنعمة المادية التي تقيم مادية الإنسان في الكون. وبعد ذلك يأتي في سورة الكهف ويجيب القيم لوحده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يبقى إذن في سورة الأنعام مسك الناحية الإيه؟ مادية في الكون. في سورة الكهف مسك الناحية الإيه؟ قيمية. وبعد ذلك يأتي في سورة مثلا فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، ويجيب المدبرات اللي هي العالم الخفي ده برضه لنا، ودول تشمل الاثنين. وبعد ذلك يأتي في سورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات. قد يكون خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور وأنزل الكتاب وفطر السماوات والأرض وجعل الملائكة رسلا أولي أجنحة ثم تخلى عن كونه. قال لك الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض. لسه بتوعه، مش خلقهم وشردوا منه، لا لسه بتوعه. يجمع كل ذلك الحمد لله رب العالمين. إذن فخمس صور، هذه الصور كلها استهلت بالحمد لله. لماذا؟ للقيم مرة، وللمادية مرة، وللجامع بين القيم وبين المادية. الحق سبحانه وتعالى حين يمتن علينا بهذه النعم يقول لنا ان النعم دي لن تدوم لك ولن تدوم لها. خلاص؟ ويبقى لما بتحمد هيبقى الحمد على قدها. امال الحمد الحقيقي بقى اللي يعني قال لك قال بقى هناك لما تشوف بقى ما أعد لك في الآخرة من لقاء ربك ومن نعيم تقول الحمد لله الذي صدقنا وعده. وهنا يكون الحمد لله حمدا لا نهاية للإنعام فيه، وإن كان في الأول هناك حمد فيه نهاية للإنعام. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وشوف وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث هذه النعمة بقى اللي ايه. يبقى اذا استهل الامر بالحمد على نعم قد تفوتك او قد تفوتها، وختم الامر بالحمد لنعم لا تفوتك
ولا تفوتها، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هنا يجب أن نأخذ بعض الخطرات حول التسمية التي استهلت بها الفاتحة، وحول الحمد لله الذي استهلت بها فاتحة الكتاب، لنقول أن على المؤمن أن يسمر هذا الفتح ويصوره. يصوره يعني يصور الكنز زي ما بتثور الأرض تخرج إيه خيراتها. فإذا كان الحق قد أمرنا أن نبتدئ كل عمل لنا ذي بال بقولنا بسم الله، فيجب أن نسمر هذا الأمر. نسمره يعني نزود فيه، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم عند أول كل عمل. خلاص. ولنستدرك ما فات من نعمة البدء بالتسمية نقول وبسم الله على كل عمل لم أبدأه ببسم الله. يبقى اسمه بسم الله قضاء، تقضي اللي عليك خلاص. وبسم الله عن كل عامل نسي أن يقول عند عمله بسم الله. تبقى أديت عن نفسك في الحال، وأديت عن نفسك في الماضي، وحملت عن أخيك الساهي عن الحمد بسم الله الرحمن الرحيم، ليعطيك الله شحنة البركة في كل ما تأتيه مضاعفا بنيتك فيه. وإذا كان ذلك في بسم الله فيجب أيضا أن نأخذ في الحمد لله. الحمد لله نقولها عند مشاهدة نعم لم تكن ثمرة عملنا. النعم اللي في الكون دي لم تكن ثمرة عملك، وفيه نعم كانت ثمرة عملك، فاستقبل النعم التي ليس لك فيها عمل بالحمد لله الذي تفضل بها من غير حول منك ولا طول. وإذا كان بعملك فاحمد الله على أن العمل قد أتى بهذه الثمرة، وقل الحمد لله. خلاص. والحمد لله عن ايه؟ برضو زي ما قلنا هناك، زي ما قلنا في البسملة، هنقول في كل عمل ايه ثمرة، هنقول الحمد لله. خلاص. والحمد لله على كل نعمة نسيت فيها الحمد لله. خلاص. والحمد لله عن كل منعم عليه نسي أن يقول الحمد لله. الحمد لله. وبذلك نكون قد أخذنا بركات فاتحة الكتاب بأسرها. الحمد لله عليك يا شيخ الله.